سلامتك، أنت مراقب، كل شيء، أين تذهب، ماذا تقول. ستشاهدون في هذا التقرير كل واحد، كل إنسان يحمل تليفون، كل الصور على التليفون، الSMS، المسجات، كل شيء بكل سهولة مكشوف. وهذا للسوق السوداء وليس لأجهزة المخابرات. أجهزة المخابرات أكثر بكثير بكثير ومن زمان. شاهدوا هذا التقرير وتصعقون. هذا أحد الصحفيين في القناة الثانية يتطوع، يقول راقبوني إذا تستطيع، يحرك سيارته. الهاكرز الآن هو يتحرك في هذا الشارع بالسرعة كذا، لا يوجد أي إطران ولا يوجد أي جهاز رقابة ولا أي تجسس في سيارته، فقط أنه معه هاتف. يكفي هذا الهاتف شكرا، نحن نستطيع أن نعرف كل أسرار حياته الآن وفورا لمجرد أننا عرفنا رقم التليفون. الآن هو يذهب إلى هذا الشارع، يسير بهذا السرعة، جاءته مسج من دانا فايس. مسج، مجرد أن تأتيك مسج سلامتك، أنت الآن مراقب، كل شيء. كيف عرفتني؟ جاءتك مسج من دانا فايس، قالت لك شاهد، مذيعة في القناة الثانية، شاهد برنامجي. مجرد أنك قرأت الرسالة انتهى أمرك. أنت تمشي عاري الآن في الشارع، أنت كل شيء معروف عنك. الآن تليفونك معي، الصور، المسجات، الفايلات، الملفات، الأغاني اللي بتسمعها، كل شيء أصبح على كمبيوتري الآن. كيف؟ جاءتك مسج، نعم أفتح، نعم تفضل، نشرة الأخبار تبث في الساعة 8 في القناة الثانية، انتهى. مجرد أنك قرأت المسج وصلنا لك، أصبح هاتفك عندي، كل شيء في الهاتف، تحركاتك. جاءتك رسالة من أمك، جاءتك رسالة من فلان، حتى لو قمت بعمل ديليت وألغيتها هي عندنا. كل هؤلاء اتصلوا بك، أرسلوا لك مسجات، ماذا قلت، أي ساعة، وين، كيف. هاي ملفاتك، هذول صورك، هذول المسجات اللي أجوك، اللي خزنتهم، اللي اهتميت فيهم. ليس فقط يستمع إلى المكالمة، يعرف كل شيء عن حياتي. الآن أنا أسير وأنا مراقب، أينما ذهبت، كلما تحدثت، الآن ألو مرحبا، يراقبونني. إنهم الآن يراقبونني ويعرفون أي أنا وفي أي غرفة وأين أقف وماذا أفعل وما هي الصور التي التقطتها والتي أمسحها والتي، حتى أنهم يصورونني. إذا فتحت الكاميرا يشاهدون ما أشاهد أنا ويشاهدونني. سلامتك، أنت الآن بين إيدينا. هذه السيدة تمشي في الشارع، أعطيني الرقم وانتهى الموضوع. أقول لك من دون أن أعرف الرقم. الآن أريكم طريقة أخرى، هذه الطريقة في السوق السوداء، 100 طريقة تجسس. تريد أن تتجسس على حبيبتك، على زوجتك، على ابنك، على صاحبك، على الشركة، على مديرك، أهلا وسهلا، تعال. فيكي تقول فجأة حبيبي اكتشف كل تحركاتي، مع من أتحدث، مع من، أين أذهب، وماذا أقول. صعقت، شعرت أني أمشي عارية في الشارع. كانت مشكلة حقيقية، هو يعرف كل شيء. استأجرت محقق خاص، فتشوا كل بيتي، لم يجدوا أجهزة تنصت. في النهاية الشركة الخاصة للحراسة اكتشفوا بأنه يراقبني، وضع عميل في جيبي. العميل هو الهاتف، الموبايل. في جيبتك موبايل، أنت مراقب، انتهى أمرك. حبيبها عرف كل شيء، مسجات، صور، ملفات، أين فتحت الكاميرا، أين لم تفتح الكاميرا، كل شيء. أنت تدخل على الإنترنت وتشتري، يقول ماركوس، تشتري، أريد نظام تجسس، تشتري بعدة دولارات. أنت تستطيع أن تعرف كل شيء عن أي شخص. تريد طريقة أسهل، حتى وأنت تتصفح يعرف هو على كمبيوتره ماذا تقرأ أنت. فتحت على أي موقع، قرأت أي شيء، ويعرف أنك قرأت، ويعرف كل شيء. تدخل إلى أي مقهى، هناك واي فاي، أهلا وسهلا، تعالوا نجرب المقهى. نذهب إلى الكافيتيريا. وهذا قبل سنة تم اعتقال نحو 100 شخص باعوا واستخدموا أجهزة الجوسسة على الإنترنت لمراقبة الهواتف لأصحاب الشركات والمال والأعمال. تم اعتقالهم ويجري محاكمتهم، هذا في نشرة الأخبار. الآن هذا قبل سنة، الآن أسهل بكثير، فقط اشتري سباي فون، أنت تشتري، تضع الرقم، انتهى. أنت تعرف كل شيء يقول الشخص الذي تريد مراقبته، كل شيء، بمن اتصل، ماذا قرأ، ماذا قال، ماذا صور، أين هو على الكمبيوتر، أين هو الآن، في أي غرفة موجود، ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا يتحدث، مغلق، غير مغلق، هذا انتهى الأمر، هذا بديهيات. ماذا يقرأ، هذه محادثة، كيف الأسبوع جيد، مسجي